معانا قصة مختلفة. هي مش قصة، دي جريمة حصلت بالفعل في حتة في آخر الشيخ زايد، في مكان شكله في الأول هادي ونضيف وراقي. بوابة كبيرة مكتوب عليها الريف الأوروبي. مجرد ما تعدي من البوابة تحس إنك دخلت عالم تاني، شجر وزرع وخضرة ملهاش آخر. بس يوم 27 مايو 2022، يعني من 3 سنين بالظبط، الجنة دي اتحولت لنقطة دم سودا، وراحت فيها 5 أرواح بريئة من عيلة واحدة في جريمة محدش كان ممكن يتخيلها. الحكاية بدأت ببلاغ من عام في مزرعة جوه الشيخ زايد، بيقول إن في جثث متقطعة جوه فيلا في الحي السكني. رجال الشرطة وصلوا بسرعة، والنيابة كانت وراهم على طول. بس أول ما دخلوا لقوا منظر يخوف الحجر. في أوضة النوم جثة راجل شكله متبهدل واتضرب بقطر في رقبته، باين إنه حاول يقاوم لكن مقدرش. وجنبه بنت حوالي 30 سنة مطعونة بشكل مخيف في وشها وبطنها ومدبوحة وغرقانة في دمها. وفي الصالة جثة بنت حوالي 17 سنة ملطخة بالدم ووشها فيه كدمات، وفي جنبها طفل صغير سنه ما يعديش ال8 سنين وكان ميت. دخلوا الحمام وهناك شاف الطفل التالت، ويعتبر أصغر واحد فيهم، مرمي في البانيو ودمه سايح في المية. 5 جثث في أماكن مختلفة وكلهم من نفس العيلة. الراجل هو عم عادل، والبنت تبقى هناء بنته، وإخواتها وبنتها. الصدمة كانت كبيرة، الكل بيسأل مين اللي ممكن يعمل كده، وعملها ازاي وامتى. التحقيق بدأ، والشكوك كلها راحت ناحية الناس القريبة. مفيش سرقة، مفيش كسر باب، يبقى اللي دخل كان عارف البيت كويس. بدأ شكهم في أقرب الناس، حتى الراجل اللي بلغ عن الجريمة. محدش كان لاقي طرف خيط للجريمة. وبعد بحث طويل اتحقق مع أكتر من 150 شخص، والاتهامات كلها تروح لاتنين بس، وهما المشتبه فيهم. واحد منهم طليق هناء، بنت عم عادل الكبيرة، واللي اتعرضت لمحاولة اغتصاب قبل الجريمة، واللي بنتها برضه اتعرضت للقتل. المشتبه التاني هو صاحب عم عادل، والمستأجر للمزرعة اللي كان بيشتغل معاهم فيها. ودلوقتي دور الشرطة في معرفة القاتل. الشرطة بدأت تحقق مع طليق هناء، لكنه بيقول إن كان في خلافات بسبب الطلاق، وده الطبيعي بين أي اتنين بيتخانقوا وبين أي اتنين بيتطلقوا. والجيران يأكدوا على كلامه ده بإنه كان بيحب بنته جدا ويستحيل يعمل فيها كده. وفي نفس الوقت رجال الشرطة كانوا وصلوا للمشتبه التاني، واللي كان اسمه عاطف محمود الصعيدي، واللي جابوه من بيته من سوهاج. كان تليفونه مقفول وسايب شغله من أيام.